شروط الدعم السريع كانت شنو؟ والله ضحكتني كده، اداني نبذه عن شروط الدعم السريع. لا ما بديك، انت اللي قلتها. تديني نهاية الشروط دي. اداني نبذه عن شروط الدعم السريع. لا لا، انت اللي قلتها. تديني انت هسه النبذة، انت الدعم اللي قلتها. السريع، انا هسه بعد ما فعلوا الدعم السريع، والله يقول لك حاجه، وحق من رفع السماء بلا عمد. انا بالنسبه لي لو كانت شروط حيمتي بس ولا بعنيني، هو الدعم السريع بعد ما فعلوا في الشعب السوداني ما عنده شروط، عنده شروطه طاري بندقية. انا بالنسبه لي انا زول انا ما زول مفاوضات. شروط الدعم السريع، طلبات الدعم السريع لا يعنيني. انا لما كانت في مفاوضات بتاع الجده البرهان ده ما خليت له جنب انام عليه، ولا كنت معني المفاوضات دي. انا كنت معني بكيف افشلها، بكيف انب الراي العام السوداني بانه المفاوضات دي تفشل، لانه بالنسبه لي انا انت يعني محترف انك فشلت المفاوضات. ومحترف وافشل 1000 مفاوضات ثانيه. ليه؟ لسبب واحد. هقول لك ليه؟ هتقول لي انت زول دموي بتحب الموت وانت قاعد في كندا. لا، انا كل يوم بفقد ناس من اسري، واولهم اخرهم البارح خالق امي محمد ديش. هذا الشباب ديل ومعه 4 5 وقريب 17 ثانيين قبل 3 يوم. ده اقول لك حاجه، انت عارف ليه انا فشلت المفاوضات وغيري من كل شرفاء هذه الامه رفضوا المفاوضات؟ انا حافك المايك لغيري. انت عارف ليه؟ لحسابات بسيطه يا ابو جوان. انا ما قاعد احسبها عاطفيا لانه اخوي محتمل ان نساهم او ناصر الناس ديل لحد ما يفكوا لي. انا ما قاعد احسبها كده، انا قاعد احسبها بانه الدعم السريع ده خطر وجودي، وانه عرب الشتات مشروع هو احتلال السودان. والحرب دي انا عارفها قبل ما تقوم بسنتين 3 بحذر منها لحد ما قامت، لانه شايفها بعيني. تمدد الدعم السريع ولهجته اللي بيتكلم بها شايفه الكلام ده بعيني. ليه انا بقول بل بس؟ ليه بقول بل بس؟ هل حبا في قتل الشعب السوداني؟ هل حبا في تشريد امهاتنا؟ هل انا زول دموي وبتمنى للشعب السوداني الموت؟ هل انا بتمنى ذله امهاتنا وابهاتنا في السودان؟ لسبب بسيط، ما عندنا حاجه نخسرها. والدعم السريع ده اذا قعدنا عملنا مع سلام هي حرب مؤجله ليس الا بس. انا ما حد الدعم السريع فرصه حتى ايام الهدن في شوفوا الجيش ده ابو جوان لما بدا الضربات الجويه في بدايه الحرب دي اخرج الدعم السريع عن الخدمه تماما. هنا الدعم السريع كان بيستفيد من الهدنه، كل هدنه 3 يوم احنا بنتضرر فيها. انا ما داير الدعم السريع ده تقوم له قائمه، لانه بالنسبه لي حاجز امني دايم. لن ينعم الشعب السوداني بالامان، والا بكسر شوكه الدعم السريع واخضاعه لدوله القانون. انا في نظري انه الدعم السريع ده لو ما انتهت شوكته واخضع لدوله القانون ما في امان للشعب السوداني. هي حرب مؤجله، وخلوا الناس اللي بيكسر شوكته منه يا ابو رفا. دقيقه، اللي بيكسر شوكته الجيش الشغال والمشتركه والمستنفرين. دقيقه يا ابو جمال، دقيقه قبل ما تقول لي الكلمه دي. شباب اللي بيتفق معاي يكتب لي بس. هسه دي عين عشوائيه، ابو جمال دي عين عشوائيه قسما بالله. انا ممكن ما اعرف فيهم 10 انفار. شباب المتفق معاي يكتب بس. المتفق معاي وشايف وجهه نظري دي صحيحه يكتب بس. والشايف انه الدعم السريع ده فيه خير يكتب لا للحرب. الشايف انه السلام بيوصلك لاستقرار وسلام دائم وما في حرب مؤجله يكتب لا للحرب. وكل زول يكتب الحاجه اللي انت بتؤمن بها، بس. خلاني انا مواطن سوداني لا املك لا حول ولا قوه لي الا تلفوني ده. لكن الشعب السوداني اللي انتهكوه بقول بس، واماتنا شردوهم من الجزيره بقولوا بس، واهل الجزيره شردوهم وانتهكوهم ودوا اماتهم وحملوا السلاح ورجعوا يقولوا بس، لانه نحن مدركين من انتهكوا اعراضنا واذلوا شيابنا لا مكان لهم بيننا تحت الوطن دي. خد نفسك يا ابو رهف. مرحبا ابو مشهيد وحباب توفيق وحباب الزبير وحباب الفنانه.
طيب الزول ده في خطابه جبال ابو رهف يا ال 1300 نفر. محمد عربي. دقيقة بس يا ادم. انا بدي فيه هدايا من محمد العربي. ايوه الدويلة ايوه طبعا الكلام ده مع زول اللي جاي على خطهم يا جماعه. ايوه نعم. يلا نوري لهم زولهم منهم كذاب. نوري زولهم منهم كذاب. بس دقيقة ما بتخجل اللي بيديك هدايا اماراتي. هاي يا رجل ما فيك الذرة، ما فيك النخوة السودانية يا رجل، الغيرة كده ما فيك يا رجل، ده اماراتي. شباب تحت الله لا سلم الامارات كلكم مع بعض، الله لا سلم الزول ده الامارات. لقاني في جولة قبل كده، لعبت معاه جولة بس. لعبت معاه جولة. جولات برضه. ابو جوان انا اقول لك حاجة، قاعد العب جولات. والله اسمع كلامي، لا انت ولا ما تقوله لن يستطيع تغيير شيء. والله يا ابو جوان الحاجه الدار اقولها لك، بس الدار اقول لك معلش يا جماعه، انا بقيت ديكتاتور وانا اكثر من الناس، محروق على اخوك. ليه الدعم السريع احتغل اخوك؟ معلش اخوك ده مع اخونا بغض النظر، هو محتغل عند الدعم السريع ونحن نتضامن معه بكل ما نملك من قوه، وانا هنا لا استحقفك لانه ربما يكون احسن منك. محروق على اخوك يا ابو جوان. اكيد طبعا. محمد فقدت كم من اهلك؟ والله يا ابو رهب ما بتحزن، والله والذي لا اله الا هو. ادم بص، فقدت كم من اسرتك القريبه؟ ادم فقدت كم من اسرتك القريبه؟ فقدت كم؟ ادم فقدت كم من اسرتك في الحربي؟ يا اخي ده ما بفهم عشان جارين بين زمان وقاعدين تتكلموا ساعتين على الاقل. سالتك سؤال، فقدت كم من اهلك؟ ادم فقدت. انا ام الهربة وانا المشتركه، فقدت الاف، خلونا من فقدت كم وغيره. ده الزول ده ما بفهم عشان تجروا بين زمن، خلينا نتحدث كلامنا وننزل نمشي يا جماعه. ما في مشكله. خطوبه جاي معلوقه تمشي في فرجة. سلعان الله ذاته خطوبه جاي. هل اخوك اللي في السجن هو اغيم من دماء كل الشعب السوداني؟ ليه ابو رهف ما سالتني انا؟ فقدت كم من اهلك يا محمد؟ ده بعد ما انك في داعي مصاب. فقدت 3 من اخواني وفقدت امي. الله يرحمه ويتقبله. الله يرحمه ويتقبله. استاذه الفنانه فقدت كم من اهلك؟ استاذه فنانتنا فقدت كم من اهلك؟ احلام يا مرحبا. فقدت كم من اهلك؟ 5. 5. ام الشهيد استاذتنا المحاميه فقدت كم من اهلك؟ ربنا يرحمهم. ام الشهيد نامت يمكن. الزبير فقدت كم من اهلك؟ والله فقدت السودان كله. الله يسعدك. توفيق فقدت كم من اهلك القراب؟ اقسم بالله يا ابو رهف رب العزه وجلال الله في ملكه. انا بيتنا كان في يوم من الايام محبوسات في 5 نسوان، بيتنا نحن بس. لا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يرحمنا ويتقبله. الان يا يا قريبك، بس انا اوريك انا فقدته على المستوى الشخصي. حتى الان اكثر من 170 من القراب الحرقه كلهم اهالي ولاد عمي، السريحه اهالي، والدبنوره اهالي، والقايمه تطول. انا كزول كده بس من قبائل انا بعتبر السودان كله قبائلي انا بنتمي لها. اقسم بالله العظيم فقدت اكثر من 3000 شخص.